في إحدى المناطق الراقية في القاهرة، كانت يمنى تعيش حياة مستقرة، فتاة جميلة متعلمة من عائلة ميسورة، والدها رجل أعمال معروف، وأمها طبيبة ناجحة. اعتادت على حياة الرفاهية والراحة، وكانت تحلم بزواج يكمل هذه الصورة، رجل بنفس مستواها أو على الأقل قريب منه. لكن قلبها اختار عكس التوقعات. تعرفت على حسام، شاب بسيط من حي شعبي يعمل في شركة شحن، مكافح وطموح، لكنه من طبقة اجتماعية ومادية مختلفة تماماً. كانت تقابله بالصدفة كل يوم في الأتوبيس، وبمرور الوقت بدأت تنجذب له رغم فرق المستوى، وتعلقت به لشخصه وروحه واهتمامه الصادق بها. ورغم اعتراضات والدتها الشديدة ورفض والدها الكامل للفكرة، تمسكت يمنى بحبها وأصرت على الزواج منه حتى لو كان ذلك ضد رغبة عائلتها. تم الزواج. بداية الحياة كانت مليئة بالمشاعر. الحب كان يملأ البيت، وكانت يمنى تحاول التأقلم مع حياة أبسط مما اعتادت عليها، لكنها مع الوقت بدأت تشعر أنها تعيش حياة لا تشبهها، لا الأماكن، لا الناس، ولا حتى الحديث. كان حسام يحاول بكل جهده يعوضها، لكن ضغوط الحياة كانت أقوى. مرت شهور وبدأت المشاكل تطفو. أولها الكرامة والغيرة الطبقية. كان أصدقاء يمنى يزورونها، يتكلمون بطريقتهم، يضحكون على أشياء لا يفهمها حسام، ويتهامسون عن الفرق الكبير. بدأت نظرة حسام لنفسه تتغير، أصبح يشعر أنه غير كاف، حتى لو كانت يمنى لا تلمحه بذلك. ثانيها التحكم والضغط. حسام بدأ يرفض خروجها مع صديقاتها، ويشعر بالغيرة المفرطة من ماضيها ومن ثقتها الزائدة بنفسها. كان يرى في كل تصرف منها تهميش له، حتى لو كانت تتصرف بعفوية. هي تراه كزوج، وهو يراها أعلى منه، وهذا الخوف يخلق فجوة كل يوم. وثالثها الناس. حسام بدأت تتدخل في كل تفاصيل حياتهم. دي مش واحدة منا، بتاكل إزاي؟ بتتكلم إزاي؟ ليه مش بتلبس عباءة في البيت؟ ليه مش بتسلم على عمك بإيدها؟ ويمنى بدأت تختنق. كانت تصرخ في داخلها: أنا تجوزتك أنت، مش عيلتك. لكنها نسيت إنه لما بتتجوز حد من طبقة تانية، بتتجوز كل تفاصيل حياته وعيلته وخلفيته وطريقة تفكيره. اللحظة الحاسمة جاءت بعد سنة. رجع حسام من الشغل متوتر، ولقى أصحاب يمنى في البيت بيحتفلوا بعيد ميلادها بهدايا غالية ولبس شيك ومزيكا. شعر وقتها إنه ضيف في بيت مراته، وفي لحظة غضب صرخ قدامهم كلهم: انتي فاكرة نفسك فوق، بس انتي تحت لو أنا مش موجود. وفاكرة أصحابك دول هيكملوا معاكي، هيسبوك أول ما تتطلقي. الصدمة سادت، الصمت قتل. انتهى اليوم بمغادرة الجميع، ويمنى لم تبك، بل فقط نظرت له نظرة طويلة وقالت: أنا مش شايفة نفسي فوق، أنا شايفة إنك اللي شايفة نفسك تحت. بعد أسبوع طلبت الطلاق. حاولوا يرجعوا، لكن الهوة كانت أعمق من الحب. وفي يوم وهي بتوضب أوراقها القديمة، لقيت كرة صغير من أول يوم قابلت فيه حسام، مكتوب عليه: أنا مش غني، بس ممكن أغنيك بالحب. ابتسمت ودمعة نزلت.